بتسألي نفسك دايما أبدأ منين؟ حاسة إنك تايهة؟ كل ما تحاولي تتغيري ترجعي لنفس النقطة تاني؟ الفيديو ده معمول عشانك، علشان نبدأ مع بعض من الصفر بخطوات بسيطة مفهومة تقدري تطبقيها من النهاردة. أنا مش هقولك غير اللي جربته بنفسي، وهقولك كمان الغلطات اللي ممكن تقعي فيها علشان تتفاديها. لو انت بجد عايزة تتغيري ركزي معايا واسمعي الفيديو للآخر. وأول حاجة هنتكلم فيها هي انت ليه حاسة انك تايهة، ولازم تعرفي انك عشان تحلي المشكلة لازم تعترفي بيها. في بنات كتير بتفضل تايهة مش عشان فاشلة، لأ، علشان مش عارفة تبدأ منين، ولا عارفة هي مين ورايحة فين وعايزة ايه أصلا. ويمكن يكون عندك أحلام بس مش شايفة الطريق ليها، وده طبيعي جدا. أهم خطوة دلوقتي اكتبي على ورقة أنا فين، أنا دلوقتي فين ماديا ونفسيا واجتماعيا وفكريا، كل حاجة. نمرة 2، افهمي نفسك بجد. الناس بتقعد تجري ورا تطوير الذات قبل ما يعرفوا هم مين أصلا ولا عايزين ايه. اعملي اختبار بسيط لنفسك. ايه أكتر حاجة بتحبي تعمليها؟ امتى بتحسي بالرضا؟ ايه المواقف اللي بتحسسك بالإحباط؟ هل انت شخصية عملية ولا عاطفية ولا قيادية؟ اكتبي إجاباتك دي. وعلى فكرة، ده مش لعب عيال، دي بداية التغيير الحقيقي. ومش عايزاكي تستهوني بحاجة من اللي بتعمليها، لأن كل خطوة مربوطة ببعض عشان توصلنا لهدفنا في الآخر. ولو عرفتي انت مين وعايزة ايه هتكون اختصرتي نص الطريق للوصول لأهدافك. أحسن ما تجري ورا حاجة انت فاكرة ظاهريا ان هي دي الحاجة اللي انت بتحلمي بيها، ولما توصلي تكتشفي انك لأ، مش حاسة بالسعادة ولا النجاح الحقيقي. عشان كده لازم تفهمي نفسك وتعرفيها كويس قوي. كم مرة قلتي لنفسك أنا مش عارفة مالي، أنا مخنوقة بس معرفش ليه، أنا دماغي متشتتة ومش عارفة أنا عايزة إيه ولا أعمل إيه؟ كل ده عشان ما قعدتيش مع نفسك وحاولتي تفهمي مشاعرك أكتر، وانتي مين وعايزة إيه بالظبط. رقم 3، غيري عقليتك. العقلية السلبية هي أكتر حاجة بتوقف البنات. كل ما تيجي تبدأي في صوت جواكي يقولك انتي مش هتعرفي، انتي فاشلة. كل ما تسمعي الصوت ده ردي عليه أنا لسه بتعلم وأنا هكمل. التغيير مش بيحصل بين يوم وليلة، لكن بيبدأ بقرار. قولي لنفسك أنا قررت أبدأ حتى لو خطوة صغيرة. نمرة 4، شوفي حياتك زي الخريطة بالظبط. قسمي حياتك لجوانب، الجانب النفسي والجانب الاجتماعي المادي الروحاني. اختاري كل أسبوع تركزي على جانب واحد بس. مثال، الأسبوع ده هشتغل على نفسيتي، هكتب يومياتي، همارس التأمل، أتكلم مع نفسي بلطف. مفيش حاجة اسمها اشتغل على كل حاجة مع بعض مرة واحدة، كده انتي مش هتستمري وهتتعبي. رقم 5، خطوات عملية للتطوير. دلوقتي هنبدأ مع بعض التطبيق. 1، حددي هدف بسيط وقابل للتحقيق. نمرة 2، قسميه على خطوات. نمرة 3، ابدأي بخطوة واحدة بس يوميا. هقولك على مثال، يعني مثلا لو عايزة تتعلمي مهارة جديدة، قرري انك تتفرجي كل يوم على فيديو واحد بس مدته 10 دقايق. المهم انك تبدأي، مش المهم الكمال ابدا. نمرة 6، نظمي وقتك عشان تنجحي. اللي بينجحوا مش عباقرة ولا حاجة، هم بس بينظموا وقتهم صح. اعملي جدول يومي بس خليه مرن، سيبي فيه وقت للراحة وللأكل وللسوشيال ميديا بس بنظام. واستخدمي طرق بسيطة تنظم لك وقتك، تنظيم أو تطبيق أو دفتر أو ورق تعلقيه قدام عينك على التلاجة، أي حاجة. رقم 7، ثبتي العادة قبل ما تزودي عادة جديدة. أكبر غلطة بتقعي فيها أو أي حد بيقع فيها عموما إنك تبدأي 10 عادات مع بعض وتبقي بالنهارة بعد أسبوع. ركزي على عادة واحدة بس في البداية، ولما تترسخ عندك زودي اللي بعدها. ابدأي مثلا بصلاة الفجر، أو كوباية مية الصبح، أو 5 دقايق كتابة. اختاري عادة تحسي إنها بتقويكي وهتفيدك. رقم 8، خدي إلهامك من قصص حقيقية. في بنات عاديين زيك بالظبط بدأوا من الصفر، ومع الوقت حياتهم اتغيرت 180 درجة حرفيا. ايه الفرق؟ انهم بدأوا واستمروا رغم التحديات والصعوبات. خدي منهم إلهام بس متقارنيش نفسك بيهم، كل واحدة وليها رحلتها، وهم خلاص بيحصدوا اللي زرعوه، انت لسه بتزرعي وبتأسسي. وفي النهاية القرار عندك دلوقتي.
كل اللي اتقال في الفيديو ده مش هينفع لو انت مش ناوية تاخدي أول خطوة. خديها عشان نفسك، عشان انت تستحقي تعيشي في أحسن وضع وأحسن حالة. خديها علشان لازم تنجحي وتطوري نفسك وحالتك النفسية والمادية، عشان لازم تكوني راضية عن نفسك وعن كل حاجة بتعمليها. خدي أول خطوة لأنك تستحقي تعيشي صح. اكتبيلي في الكومنتات أول خطوة هتعمليها من النهاردة، ولو عايزة مساعدة أو محتاجة متابعة اكتبيلي وهنكمل سوا. انت تستاهلي حياة أحسن، بس البداية جواكي. بشكرك على وجودك معايا للدقيقة دي من الفيديو. ممتنة جدا لو انت متابعاني ومشتركة في قناتي، ولو لسه مش مشتركة معايا ياريت تنوريني وخلي عيلتنا تكبر في عيشيها صح وننجح كلنا مع بعض. وشارك الفيديو يمكن يكون سبب في تغيير شخص للأفضل وياخد خطوة التغيير. أستودعكم عناية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.